وتوقعت أن الطرق تكون وعرة. شوفوا جبال الخضراء والسهول والأودية، طبيعي قلت أن الطرق تكون صعبة شوي، لكن المفاجأة والصدمة شوفوا مستوى الطرق، كأنك تمشي على أرض مسطحة. شوفوا الجسور المعلقة الخاصة بالقطارات، بنية تحتية صدمتني وتعجبت منها صراحة في وسط كل هذه الجبال. شوفوا الأنفاق الضخمة اللي شقوها ومكيفة ومجهزة أفضل تجهيز. صراحة بنية تحتية انصدمت وانبهرت منها. والمسافات ما هي بسيطة، الجزائر يا اخوان قارة كبيرة جدا، اضخم دولة عربية، مئات الكيلومترات من الطرق الجبلية عبدوها ويسروها للمسافرين على الطريقة. بالنسبة لطرق جبلية بمئات الكيلومترات، هذه البنية التحتية اذهلتني صراحة. كنت متوقع طرق اصغر وطرق وعرة بسبب الجبال والطبيعة الصعبة اللي موجودة في الجزائر. والاجمل من هذا كله الشعب الجزائري العظيم، اللي إذا شافك واقف وقف، وده يفزع، وده يستقبلك، وده يضيفك، وده يخدمك بأي طريقة. صراحة متعة للناظرين، شيء سبحان الخالق، سبحان اللي صور وأبدع. من أمتع رحلات حياتي كاملة. ومن الأشياء الجميلة اللي راح تشوفها في قمم القرى تصاميم مميزة وبارزة للمساجد. بصراحة ما كان ودي الطريق يخلص من جمال، وكل منظر أجمل من الثاني. هذا وأنا باقي ما وصلت للولايات اللي فيها يقولون الطبيعة أقوى بكثير.